السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وصحة وسلامة. يلا يا حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل اللي بيسعدني منكم، لان والله وجودكم معايا بيسعدني جدا وتشجيعكم ليا. وقولوا لي بتشجعوني من انهي بلد. يلا يا حبايب قلبي، الفيديو معانا النهاردة عبارة عن سمك مقلي ورز حباية وحباية. ده السمك معانا اللي شاريينه، وده الرز معانا بالشكل ده كده اهو. يلا يا حبايب قلبي، وده السمك بتاعنا بعد ما نضفناه اهو بالشكل ده كده، ونقعناه بالليمون والملح وغسلناه كويس جدا من قلبه. وده كان شكله بالشكل ده كده اهو. اللهم بارك، شكل السمك بتاعنا تحفة زي ما انتوا شايفين كده اهو. وده الرز بتاعنا غسلناه برضو وحطينا له المية بتاعته. وده كان السمك والرز بتاعنا، وده التمليحة بتاعتنا اللي هي الدقة بتاعت السمك بالشكل ده كده اهو. عبارة عن هريسة توم وفلفل احمر ومعلقة بابريكا ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ومعلقة ملح ومعانا ليمونة. طبعا التتبيلة دي بتبقى جميلة كده في السمك. وهنبدأ نجهز كده بقى في الرز. معانا كده حلة على النار بالشكل ده كده اهو. سيبنا الحلة لما سخنت وحطينا فيها كده معلقتين زيت، وبعد كده نزلنا الرز بتاعنا في قلب الزيت اهو. طبعا انا قلت لحضراتكم ان احنا هنعمل مع بعض الرز حباية وحباية طبعا، وهنقعد نقلب بقى كده في الرز لما يتشوح وادينا اللون الذهبي اللي هو اللون الذهبي الجميل بالشكل ده كده اهو. يلا يا حبايب قلبي، لو وصلتوا لغاية كده ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الجميل كده، ودعوة حلوة كده منكم وتشجعوني، لان تشجيعكم ده على راسي من فوق، وبتشجع بيكم جدا من كومنتاتكم الجميلة دي. يلا كده مع بعض يا حبايب قلبي، كده الرز بقى هنفضل نشوح فيه كده شوية اهو بالشكل ده كده اهو. وبعد كده يا حبايب قلبي هنبدأ نجهز في السمك بتاعنا. وده السمك بتاعنا اهو. كده معانا الليمونة عصرناها بالشكل ده كده اهو. هنعصر الليمونة بتاعتنا على الدقة بتاعت السمك بتاعتنا. والله يا حبايب قلبي لو جربتوا الدقة بتاعت السمك كده خفيفة وجميلة جدا، وبيكون السمك يعني ايه، متملح حلو، وبيكون حدقه كده مظبوط اهو. كده الدقة بتاعتنا خلصت. هنبدأ بقى نفتح فتوحات في السمك بتاعنا كده عشان يتقلى حلو، والتتبيلة تخش في كل حتة في السمكة كده بالشكل ده كده اهو. اهو ده السمك بتاعنا بعد ما عملنا له الفتوحات بتاعته يعني. هنبدأ نملح بقى السمك بالشكل ده كده اهو. وطبعا هنملح الفتوحات اللي احنا فتحناها عشان تبقى السمكة طبعا شاربة من التتبيلة بتاعتها اهو بالشكل ده كده. وبعد كده هنغلف السمكة بتاعتنا كويس جدا في الدقيق اهو. هنغلف السمكة بقى كلها في الدقيق بالشكل ده كده اهو. واصبحت السمكة بتاعتنا كده اصبحت جاهزة بقى على القلي. وادي يا حبايب قلبي الرز بتاعنا بعد لما خد اللون الذهبي الحلو كده اهو. نزلنا عليه بقى بالرز الابيض وقلبناه كله كده مع بعضه اهو بالشكل ده كده اهو. كده الرز بتاعنا هنحط له المية بتاعته اهو، وهنحط له الملح. وكده الرز بتاعنا بقى كده اصبح جاهز. هنحط له بقى المية والملح وهيبقى كده جاهز. وادي الرز بتاعنا يا حبايب قلبي خلص. وادي يا حبايب قلبي معانا صينية، وحطينا نزلنا بقى في الصينية بالزيت، ونزلنا بقى بالسمك بتاعنا. وكده اصبح الغدا بتاعنا يا حبايب قلبي. وده يا حبايب قلبي السمك بتاعنا. وده يا حبايب قلبي السمك بتاعنا بعد ما اتقلى واخد اللون الذهبي الجميل كده بالشكل ده كده اهو. وادي يا حبايب قلبي الرز بتاعنا.
بعد ما استوى بقى بالشكل الجميل كده اهو، اللهم بارك. وده الغدا اللي حضرناه كده مع بعض، وده السلطة بتاعتنا عشان ما اطولش عليكم طبعا الفيديو. عملت السلطة دي بقى كده، وده البرنجان بتاعنا، البرنجان المشوي. وده طبعا معانا بصلة كده قطعناها طرنشات، ومعانا المخلل. وده اصبح الغدا بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، ما خدش معانا اي وقت ولا اي حاجة خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد، لان بصوا انا بتشجع بيكم جدا، وبتشجع بكل اللي يشجعني، لان تشجيعكم ده بيسعدني جدا. ودمتم في امان الله، اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد. مع السلامة، باي باي.